السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي خواتاتي في كل مكان، في أي مكان، نحييكم بتحية الإسلام كما تعودتوا عليا دائما. اليوم خوتي خواتاتي جيتكم بهذا الغراتان بنين بالبطاطا المقلية والبصل ولا لا كريم فريش، أو القشطة الطرية. عندنا فيها البطاطا كما راكم تشوفون، نقطعوها رقيقة، نقلوها، وعندنا البصل درنا له شوية نتاع الملح وشوية نتاع الزيت ودرناه راه ينقلى يتعسل لنا. كما قلت لكم نقطعوا البطاطا تاعنا رقيقة ونقلوها ونقطروها مليح من الزيت ونحطوها بجيه، ونوجدوا المكونات الأخرى اللي تكون عندنا فيه البصل، وعندنا فيه بصل كما قلت لكم اللي نكونوا عسلناه، وعندنا فيه البيض، عندنا لا كريم فريش. لا كريم فريش اللي ما تكونش عندها يعوضها بالبيشاميل. البيشاميل درتها معكم عدة مرات. هنا راني نقلي في البطاطا تاعي اللي كنت قطعتها. بعد ما نكمل كامل البطاطا تاعي نحطها بجيه ونكمل نقلي البصل تاعي تاني، نقصوا النار ونخلو باش ما ينحرقناش. لازم يهبط لنا هذاك البصل يتعسل لنا باش يعطينا هذيك النكهه تاع البصل البنينه هذيك المعسله. ما نحرقوش وما نخلوش في نفس الوقت، لازم يطيب لنا باش كي نطحنوه يعطينا البنه في الكراتان تاعنا كيما راكم تشاهدوا في الفيديو. ها هو البصل تاعنا طاب. عندي هنا البيض، ديروا على حسب الافراد تاع العائله تاعكم. البطاطا ها هي حمروها شويه باش تجيكم بنينه. عندنا لا كريم فريش، عندنا الفرماج على حسب الاختيار تاعكم والذوق تاعكم اللي تحبوا ديروه. عندي الفرماج البورسيون تاع المثلثات هذاك اللي حبيتوا ديروه تاني، ديروا تاع لا فاش كيري ولا اللي يكون متواجد عندكم. ندير شويه تاع فلفل الاسود وشويه تاع الملح على خاطر البيضه تاعنا. في كل شيء راه فيه الملح. بطاطا قليناها بالملح، البصل فيه شويه تاع الملح. ندير البصل هذاك رانا رايحين نطحنوه مع المكونات. ندير البيض كما قلت لكم على حسب الافراد تاع العائله تاعكم. انا درت هنايا 5 بيضات، نتوما ديروا على حسب اللي عندكم انتوما. ندير 5 بيضات نخلطهم مع هذاك البصل ونطحن كل شيء مع بعض. هنا البصل ما راش راح يقعد لنا كيما شفتوه شرائح. هنا نطحنوه. ندير الفرماج تاني وندير الكريمه تاعي. كما قلت لكم هنا الا ما كانتش عندكم الكريمه، خدموا البيشاميل وخلطوها مع هذا البصل، خلطوها مع هذه المكونات راح تعطيكم نفس المذاق. لما كانتش متواجده عندكم الكريمه هذه تاع الطبخ او الكريمه الطازجه او لا كريم فريش، ديروا البيشاميل. انا درت الفرماج هذا تاع المثلثات يجي بنين. نتوما ديروا اي فرماج يكون متواجد عندكم ديروه، ضيفوه. اي فرماج ديروه تجي في هذا الوصفه صدقوني تجي كغاتا بنين بزاف، تجي روعه. تجي بنينه بزاف هذا الكغاتان. وهنايا اللي حاب يضيف اللحوم يضيف. هنا ما درت انا حتى حاجه تاع لحوم. نطحن كل شيء، هذا المكونات نطحنهم ونخلطهم مع بعض. كما قلت لكم كل شيء راني دايره فيه الملح. الملح على حسب الذوق تاعكم، نتوما تذوقوا شوفوا الملح. زدت غير واحد شويه على جال البيض. نطحن كل شيء باش نرد هذيك البطاطا في هذيك لاباري تاعي اللي درتها، نرد فيها من بعد البطاطا. نطحن هذاك البصل مليح، معليش الا كان باقي فيه شويه ما يهمش. وزيد شويه تاع معدنوس هنايا كما راكم تشوفوا مجفف. نتوما ديروا اي معدنوس يكون عندكم فخي، ولا ديروا المعدنوس كما زدت انايا المعدنوس هنايا مجفف. نتوما الا كان عندكم معدنوس فخي ديروا معدنوس فخي. انا كان عندي مجفف درت مجفف. ونزيد نطحن هذيك لاباري تاعي مليح، ومن بعد نضيف هذيك البطاطا تاعي مع في هذه لاباري باش نردها في المول اللي رايح يدخل للفرن. هنا نضيف البطاطا ونخلطها مليح، ندخلها في هذيك لاباري تشرب لي هذيك البنه تاع البيض ولا لا كريم والبصل.
هنا تجي بنينه بنينه، ما نقولكمش البنه تاعها. يعني اللي حب يجرب هذه الوصفه يجربها، ما راكمش رايحين تندموا عليها. هنا يجي كطبق اضافي، لا حبيتو تضيفوه حاجه واحده اخرى يجي كاضافه، ولا ديروه لعشاء خفيف، ولا تكونوا غصبانين على حاجه خفيفه، ولا يعني هنا انا نعتبرها يكون الواحد تالف واش يدير هذا الوصفه، يعني تجي بسرعه بخفيفه، يكون يعني بالخف يديرها. ندهن البلاط تاعي بشويه تاع زبده ولا مارغرين، ولا دهنوها غير بشويه نتاع الزيت، خاطر انا دايرين لا كريم فريش باش ما تلصقناش هذيك المكونات. ونفرغ هذيك لاباغي تاعي في المول، وندخلها في الفرن، نقص لها شويه ونخلي كلشي راه طايب، بمجرد ينشف لي هذاك البيض نطفي عليها. هنا نديرو الفرماج من الفوق، هنا نسوي نسقم البطاطا تاعي مع الجناب وكل شيء، وندير الفرماج. هنا اختياري الفرماج من الفوق، تحبوا ديروا لها الفرماج رابي، تحبوا ديروا، انا اخترت هذا الفرماج تاع الساندويتشات اللي نديرو فيه لي ساندويتش ولا البرجر، درته من الفوق يجي تاني هو بنين، ويجي يعطينا يعني الحجم تاع شحال نقطعوا الطروفات تاع هذا الكغاتها، ويجي تاني عطي منظر شباب. نستفوه من الفوق، ولا ديروا اي فرماج تحبوا نتوما. كما قلت لكم تدخلوها ما تشدش بزاف في الطياب، مجرد تنشف لكم لاباغي تاعكم تطفوا عليها، ماشي شرط تحمر لكم ولا غير تنشف لكم، تشوفوا البيض تاعكم نشف طفوا عليها، وتكون النتيجه يعني بنينه بزاف، نتيجتها رائعه بزاف. وبهذا خوتي خواتاتي ما تنساوش فضلا منكم وليس امرا، ما تنساوش الا وصلتوا حتى لهنا في هذا الفيديو ما تنساوش لايكاتكم، تعليقاتكم، بارطاج الفيديو مع الناس الطيبين كيفكم، الناس اللي راهي تتفرجني بارطاجوا الفيديوهات تاوعي مع الناس الطيبين، الناس اللي تحب الوصفات الخفيفه الظريفه. ما تنساوش تعليقاتكم، ابوني في القناه، لايكاتكم، تعليقاتكم فضلا منكم وليس امرا. وأكون بطبيعة الحال شاكرة ممتنة لكم. جربوا وصفاتي يعني ناجحة، يعني ماهيش مجرد كلام، كل شيء راه يفوت على عينيكم، وإن شاء الله تعجبكم وصفاتي. وهذه هي النتيجة الأخيرة تاع هذه الوصفة، تجي بنينة بزاف، تجي ما شاء الله، جربوها، خفيفة ظريفة، ما تشدش في الوقت بزاف. ونقول لكم بهذا الوصفة البنينة، نقول لكم دمتم لي سالمين في أمان الله وحفظه، إلى فيديو آخر إن شاء الله.